لا ده انت كمان بنيت علاقه مع اهلك. هي الساعه دي شغل كمان اضافي، بس الساعه دي رزقها وبركتها وسعيها نتيجته افضل من الثمان ساعات دول. ان كل ده كده محوط بدايره، الدايره دي اسمها ايه؟ توفيق ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح فيه الرزق، مفهوم الرزق على قد ما أقدر، يعني إن شاء الله سعيت إن أنا أفهم الرزق وأفهم من كل جوانبه عشان نقدر نبص عليه نظرة أعم وأشمل كده، واللي هيخلي النفسية عندك أو النفس عندك تتعامل وتشتغل وتسعى وتضرب في الأرض وتكون مطمنة، لأن ده أكتر شعور الناس فاقداه في الفترة اللي احنا فيها دي وعموما. فالفيديو ده لكل حد مختلط عليه مفهوم الرزق. عايز اقول لك ان الرزق نوعين، رزق يطلب العبد ورزق يطلبه العبد. يعني الفرق بينهم حرف الايه؟ الهي. رزق بيطلب العبد ورزق بيطلبه العبد. رزق بيطلب العبد عندك امثله زي الميراث، زي المطر، زي الشمس، زي الهواء اللي بنتنفسه ده كده رزق بيجي خبط عليك يقول لك ممكن تمتلكني، انت ما بتبذلش فيه اي مجهود ولا اي سعي ولا اي حاجه خالص، هو الرزق بيجي لك كده كده، هيجي لك خلاص، ده مفيش منه، ده ما فيهوش فيه كلام كتير. تمام. طيب ايه بقى الرزق اللي بيطلبه العبد، اللي احنا اللي المفروض نضرب في الارض عشان نطلبه، نضرب في الارض ونسعى؟ ده بقى اللي فيه كلام كتير. اي مكان موجود فيه العباد او العباد زينا كده بيضربوا في الارض عشان ربنا يرزقهم ويوسع لهم في حياتهم ويقدروا يصرفوا، ده من ناحيه الفلوس. وده رزق مش بيجي الا من سعينا ومن تحركنا ومن اجتهادنا، مش هيجي كده، مش هيجي لنا لوحدنا، لا ده لازم يجي بسعي مننا واجتهاد وحركه مننا. وعلى قد سعيك هتلاقي النتيجه، على قد سعيك وتعبك واجتهادك هتلاقي النتيجه، لان ربنا اسمه العدل. ده العدل، مفيش مجهود بيضيع او سعي بيضيع ابدا، دي تاكد منها. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون. ربنا بيقول لك ان له كاتبون. لسه هطول في الحته دي هتكلم فيها اكتر عشان خاطر نطمن ان اي سعي كده كده هنسعى له في حياتنا في اي اتجاه باي نوع باي شكل في اي وقت هيترد لنا. هنرجع للحته دي تاني. المهم انا عايز اتكلم عن الرزق اللي بيطلبه العبد. ممكن اي حد فينا يقول انا هشتغل 16 ساعه شغلانتين 8 و8 او ايا كان عشان خاطر ازود فلوس اكتر او رزق اكتر. هقول لك ان الكلام ده صح، وعلى قد سعيك وعلى قد اتخاذك بالاسباب ربنا هيزودك. بس انا عايز اقول لك حاجه، ان الفلوس دي او الشغل اللي هيجيب لك الفلوس ما هو الا المربع ده بس كده من السعي، من الرزق. الفلوس ما هو المربع ده، وكل ما انت تشتغل اكتر تسعى له اكتر كل ما هتزوده اكتر. ده امر مفروغ منه. يعني الجزء بتاع الشغل جزء من هنا كده اهو من الرزق ده كده، كل ما تشتغل اكتر كل ما تكبره. يعني انا اشتغلت حبه قد كده تاخد الرزق ده. طب انا اشتغلت اكتر واكتر 16 ساعه والكلام ده كله انا ما عنديش مشكله خالص. يعني من الناس بتوع التنميه البشريه يطلعوا يقولوا ايه، اشتغل 16 ساعه وهيكون عندك فلوس كتير قوي وانت المفروض تفحت نفسك وي مفيش مشكله، بس تبقى عارف ان انت هتاخد كل ده مربع الرزق بتاعك اللي انت بتطلبه. زودت على نفسك ساعات العمل قوي هتاخد رزق كتير، كده كده ربنا اسمه العدل، ده امر مفروغ منه خلاص. بس هيبقى انت جيت على حاجات تانية. طب انا مثلا في فتره في حياتي انا لسه شاب وعندي صحتي، لا يا عم والله اشتغل، لو تشتغل 18 ساعه كمان اشتغل، ده مش حرام ولا اي حاجه. انت في الفتره دي بتبني وعايز فلوس محتاج فلوس، اشتغل يا عم 18 ساعه. اصل انت مش، هي ملهاش معيار ثابت. ممكن ناس في حياتها في بدايه حياتها في فتره عليها ديون كتير جدا فبتشتغل كتير جدا، ما فيش مشكله، ما فيش اي حاجه تدور، بس تبقى عارف ان الشغل دي كده ما هي الا دي. انت اشتغلت فايه ده كده خدت فلوس كده ومربع في حياتك مليته فلوس بسبب الشغل. حلو كده. طيب ايه تاني من انواع الرزق؟ ولان مقاصد وسبل السعي كتير جدا في حياتنا وربنا امرنا بسبل ومقاصد كتيره جدا للسعي، فالشغل ما هو الا مقصد واحد من السعي. طب ايه تاني؟ عندك بر الوالدين. بر الوالدين ياخد جزء كبير جدا. كل ما انت ده كده المربع بتاعك انت املاه باللي انت عاوزه. مقاصد تانية للسعي زي ايه؟ عندك بر الوالدين. لو حد فينا كده اتخير انه يشتغل 8 ساعات مقابل 100 جنيه وانه يشتغل ساعه واحده بس يقعد فيها مع اهله يبرهم كده ويعمل لهم كل طلباتهم زائد فوق ال8 ساعات بتوع الشغل دول. يعني 8 ساعات دول مثلا لو انت ال8 ساعات دول خط قد كده، لا احنا ناخد بس ساعه واحده من ال8 ساعات دول كده، يعني 8 ساعات شغل وكل حاجه، بس تزود معاهم ساعه كمان بس كده لاهلك في البيت تبرهم كل طلباتهم. انا الساعه دي يعني والله انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا، هعمل لهم كل الطلبات دي. 8 ساعات هتاخد 100 جنيه مثلا، 1000 جنيه، هتاخد 1000 جنيه
الشغل هيجيب لك 1000 جنيه. طب انت اشتغلت ساعه واحده، لا ربنا هييسر لك في رزقك، ربنا هيكرمك وهيفتح لك باب شغل انت ما كنتش متوقعه بسبب البر الاهل. 8 ساعات لا خليهم 9 ساعات مع الشغل في اليوم، هي الساعه دي شغل كمان اضافي، بس الساعه دي رزقها وبركتها وسعيها نتيجته افضل من ال8 ساعات دول. زائد مش مجرد كمان بس ان انت يعني معلش انك مليت المربع بتاعك بر الوالدين كده عشان ربنا يوفقك ويوسر لك ويبارك لك في رزقك، لا ده انت كمان بنيت علاقه مع اهلك. يعني هو مش رزق واحد، هو رزقين. رزق ان ربنا هيوفقك في حياتك وهييسر لك سبل حياتك، زائد ان انت كمان بنيت علاقه، ويعني انك تبني علاقه مع اهلك ويكون العلاقه بينهم رايحه جايه وسليمه ومبسوطين منك وبرتهم. ده اقسم بالله اكبر من الفلوس. والله اللي عنده علاقه يعني عشان كده دايما يقول لك ايه، اللي عنده اهل عنده رزق ببلاش، عنده فلوس ببلاش، عنده حياه لوحده كده ببلاش. ف يعني العلاقه مع اهل كون ان هي ربنا يبارك لك البركه الوحيده اصلا في الفلوس دي حاجه اي حد يعني يسعى ليها، لان اي حد بيعرف يجيب فلوس، مش اي حد بيعرف يجيب فلوس من نفسه، لا اي حد يعني ربنا كاتب له رزق فلوس وهيشتغل وهيجيبه، بس البركه مش عند اي حد. فانك تشتغل ساعه واحده بجانب ال8 ساعات بتوع الشغل يعني بس لا دي كبيره قوي. فانت هنا خدت رزقين مش رزق واحد، الفلوس ربنا يبارك لك فيها، البركه في الفلوس والبركه في المال، وكمان بنيت علاقتك مع اهلك اللي هيترد لك مستقبلا في ولادك. عندك مربع كده تملاه بدون اي مجهود كده، صلة الرحم. صلة الرحم يعني بص مفيش اسهل منها دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده. يعني المفروض يعني نزور ونروح ونجيب هدايا ونقعد معاهم وعاملين ايه ونسال ونود والكلام ده كله، ده المفروض. بس يا عم اضعف الايمان، اضعف الايمان خالص ايه؟ في رساله على التليفون، يعني تفتح الواتساب، ازيك ازيك يا كذا، ازيك يا فلان، ازيك يا عمي، ازيك يا خالتي، ازيك اخبارك ايه، مش شفتكيش من زمان، طب كويس، محتاجه اي حاجه جيلي. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول في حديث رواه البخاري ومسلم، من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ازاي؟ او شرح الموضوع ده يطول شويه، حته كده في جزء في النفس. يعني جزء في النفس ما بيتسدش غير بصله الرحم، جزء في النفس ما بيتشبعش او ما بيشبعش الا بصله الرحم. جزء كبير قوي 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 في الرزق، من نوع من انواع الرزق. بقى جزء بقى الجميل اللي هو يستاهل كده يعني كل ده يستاهل كل ده فعلا والله. طبعا كل واحد بقى اما بيكبر السعي في حاجه العايد عليه بتزيد بتكبر اكتر. يعني في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أموال وبنين بالاستغفار مش بتاعتك ولا بتاعتي، اللي خلقنا واللي خلق نفسنا. يعني اللي صنع الساعة دي كده كان في قصة كده دايما بتتقال، اللي صنع الساعة دي لو باظت هو اللي عارف يصلحها، لأن هو اللي حاطط كل حاجة فيها، فربنا هو اللي صنعنا وصنع نفسنا، فهو عارف النفس دي بترزق ازاي. خلاص احنا نمشي وراه، نفسنا دي كلها بايد ربنا، خلاص احنا نمشي وراه. الاستغفار بص فكل استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل ده بالاستغفار. ازاي ما تسالش؟ هو ربنا كده، هو ربنا اللي صانع نفسنا كده. في قصه كده انا كنت ناوي انا احكيها في الفيديو يعني، ولكن انا نسيت. قصه الامام احمد بن حنبل. يعني كان في مره رايح يدي محاضره في مدينه معينه، فكان على سفر وكده، فخلص المحاضره اللي كان رايح يديها دي وخلص وخرج، فكان حصل امطار، فراح دخل يبات عند حد، استأذن منه يعني كده، ودخل يبات عنده او يقعد عنده لحد ما الامطار دي تهدى. المهم الحد ده كان راجل كبير، فكان بيخبز عيش، كان كل رغيف بيحطه في الفرن كان قاعد يقول ايه استغفر الله. كل رغيف يعمل ويحطه ويجي يحطه في الفرن عشان يتسوق، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالإمام محمد بن حنبل شافه كده واتبسط يعني كده، فبأدب سأله، قال له يعني هل رأيت نتيجة لفعلتك هذا؟ يعني أنت شفت عائد أو نتيجة لفعلتك اللي أنت بتعملها دي، اللي أنت كل رغيف تقول عليه استغفر الله؟ فالراجل رد وقال له ما طلبت شيئا من الله قط إلا قد أعطاه لي إلا شيئا واحدا، إلا حاجة واحدة بس هي اللي طلبتها من ربنا ولسه ما اتنفذتش لحد دلوقتي. فسأله قال له إيه الحاجة دي؟ قال له إني أرى أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل اتأثر كده، واللي هو كل ده بالاستغفار؟ كل ده بالاستغفار والله، واكتر كمان. ما طلبت شيئا قط في حياتي الا وقد اعطاه الله لي. هو انا بقول لك اهو يا عم، هتعمل دي هتلاقي دي، هتستغفر ربنا ايكوال، يعني الاستغفار ايكوال رزق وبنين واموال.
مش بتاعتك. طبعا مقاصد السعي وسبل السعي وطرق السعي كتير كتير كتير. بس انا حتى انت لو سالتني انا ليه سايب الجزء ده كده فاضي، الجزء ده كده فاضي، اقول لك ان مقاصد السعي كتير قوي كتير قوي. عندك مثلا النيه، على قدر النوايا تاتي العطايا. تاتي العطايا انك يكون جواك يعني نيه سليمه خالصه لوجه الله، انك ما تكونش بتاذي حد ابدا، انك تكون بتشبع نفسك وتكون بتشبعها بالقدر اللي ربنا امرنا بيه، وما تكونش في نفس الوقت شايل اي، مخلص نفسك من اي ضغينه واي حاجه ناحيه اي حد. عارف ان كل حد في الدنيا ده له رزقه، عارف ان كل حد في الدنيا له حاجه هو واخدها. خلاص انا ربنا يا عم يزيدك ويبارك لك في حياتك، خلاص هو ربنا امرنا بكده. يلا عشان الاضاءه تخلص. الاضاءه قربت تروح، المغرب هيأذن. بركت لامتي في بكورها، يعني الناس اللي بتصحى بدري وتسال ربنا وتضرب في الارض وتسعى، ربنا يرزقها. عندك الاخلاق الحميده بصفه عامه، الصدق، الامانه، الحاجات دي كل ده رزق، كل ده والله رزق. في ناس كده تشوفها تحب تتعامل معاها، الراجل ده امين، انا احب اعين معاه كل امانتي. طب انا اللي خلاني احبه يعني ربنا رزقه الحب ليه؟ عشان هو عنده صفه الامانه او الصدق دي. فالرزق انواع كتير قوي، وكل مربع، وده كده مربعك اللي انت بتطلبه في الدنيا دي، املاه بقى زي ما انت عاوز. والله انا واحد عايز ابقى طول حياتي بتاع معايا فلوس كتير قوي، بس ما يهمنيش بقى لا اهل ولا يهمني ولاد ولا يهمني اي حاجه. انا بديك مثال، طبعا الكلام ده غلط. خلاص يا عم زود الشغل ده كده، خلي الشغل ده كده اهو، بص املاه لحد هنا كده اهو، او املاه كل ده كده اهو، كل ده شغل، وخلي الحته الصغيره دي حاجه ثانيه. يا عم انا عايز ابقى عامل علاقه كويسه مع اهلي، وربنا يرزقني برهم انا ويرزقني انا بر اهلي، ويرزقني بر ولادي، ان انا بر اهلي وولادي يبروني. لا خلاص يبقى كبر من دي شويه. طب انا والله واحد بقى عايز الجانب الربحي عندي، لا كبر الاستغفار شويه، عايز اقرب لربنا اكتر واكسب الدنيا والاخره بالاستغفار. هي كل واحد، انت ده كده مربعك يا باشا، املا زي ما انت عاوز. الاهم حاجه تعرفها كويس جدا ان كل ده كده محوط بدايره، الدايره دي اسمها ايه؟ توفيق ربنا. ذرة توفيق تغنيك عن آلاف الأسباب. طبعا كلنا مجربين في أي موقف في حياتنا، في امتحانات، في مشوار، في شغل، في دراسة، في أي حاجة في الدنيا. ذرة توفيق تغنيك عن آلاف الأسباب في حياتك. لو أنت استفدت حاجة شير الفيديو عشان غيرك لعله عسى يستفيد ويبقى مطمن كده في حياته وهو بيسعى وعارف إن ربنا اسمه العدل، وعارف ونسيت كمان الآية وإن له كاتبون ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. فلا كفران لسعيه، فلا كفران لسعيه، مفيش كفر بمعنى الانكار. يعني يقول لك ده كافر بالله، ده منكر بوجود ربنا. خلاص يبقى الكفر بمعنى الانكار، يبقى انا لا كفران لسعي، خلاص ربنا قال لنا كده لا كفران لسعي، مفيش انكار ابدا لسعيك، وان له كاتبون مأكده كمان سعيك ده مكتوب، ده سعى في الاتجاه الفلاني. طب افرض هو ما وصلش اللي هو عاوزه للنتيجه اللي هو عاوزه، انت ممكن تكون عاوز نتيجه ثانيه وتبذل فيها سعي قد كده بس توصل للنتيجه دي اسرع. ليه؟ عشان انت سعيك اتكتب قبل كده فيترد لك في اتجاه تاني. مفيش سعي بيروح ابدا عند ربنا. بس يعني انا قلت اطلع بدري عشان اصور والله في الاضاءه كويسه، بس هو يعني الحمد لله بقى لعله خير. اتمنى يكون مفهوم الرزق وصل على قد ما اقدر. السلام عليكم.